ننتج التغذية نتاعنا ورانا في أبوابها، وناس تهنينا لما شافوا الحمد لله الصحراء ولات خضراء ولات تجيب القمح. قال لك الذكاء الاصطناعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يسخر من الإعلام المغربي. لنتابع التفاصيل. بعدما نشر الإعلام المغربي مؤخرا لتقارير تقول بأن الجزائر تستعمل الذكاء الاصطناعي للترويج لوفرة الإنتاج الفلاحي، خرج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليسخر من هذه المزاعم. هامش إشرافه على تدشين القطب العلمي والتكنولوجي في العاصمة، قال الرئيس الجزائري تبون أن جهات هناك لم تتقبل أن تصبح صحراء الجزائر خضراء ومنتجة للقمح. وأضاف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اتهمون باستعمال الذكاء الاصطناعي بعد مشاهدتهم للصحراء الجزائرية خضراء ومنتجة للقمح. وبهذا الخصوص قال الرئيس الجزائري تبون: إذا كان الذكاء الاصطناعي ينتج لنا القمح فمرحبا به في بلادنا. معليش إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكنني القمح مرحبا به.